تشهد أشغال توسعة وتطوير ملعب طنجة الكبير تقدما ملحوظا، حيث وصلت إلى مراحل حاسمة استعدادا لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 3030. تتضمن هذه الأعمال تركيب سقف جديد باستخدام أعمدة ضخمة لرفع الهيكل، مما سيعزز من جودة البنية التحتية للملعب ليتماشى مع المعايير الدولية. من المتوقع أن تنتهي الأشغال بحلول شهر مايو 2025 وفقا لتصريحات نائب رئيس اتحاد طنجة ياسين التمسماني، الذي أكد أن هذا الموعد تم تحديده بالتنسيق مع الجهات المسؤولة، بما في ذلك الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وشركة سونارجيس. بالإضافة إلى ذلك تم تعزيز الملعب بمرافقة حديثة تراعي متطلبات الفيفا، موجهة بشكل خاص للجمهور، مما يعكس استعداد الملعب لاستقبال أكبر التظاهرات الرياضية في العالم، بما في ذلك كأس العالم 2030. تظهر الصور الحديثة أن الملعب بدأ يأخذ شكله النهائي مع مرور الوقت، خاصة مع اقتراب انتهاء سكاي بوكس ومدرجات الصحافة. كما تتقدم الأشغال في المرافق الأخرى القريبة من ملعب التدريب ومحيطه، حيث يتم تجهيز عدد من الفضاءات الخضراء الجديدة. تجرى هذه الأشغال بوتيرة سريعة ليلا ونهارا بهدف الانتهاء منها رسميا في بداية شهر يونيو المقبل، مما يعكس التزام المغرب بتقديم منشآت رياضية حديثة تواكب المعايير الدولية. لمزيد من التفاصيل حول التقدم المحرز في أشغال الملعب يمكنك مشاهدة الفيديو التالي. الطاقة الاستيعابية: بعد التوسعة ستصل سعة الملعب إلى 72,500 مقعد، مما يجعله مؤهلا لاستضافة مباريات نصف نهائي كأس إفريقيا 2025. تركيب السقف: تتواصل أعمال تركيب سقف فولاذي يغطي جميع المدرجات بهدف توفير حماية مثالية للجماهير واللاعبين من تقلبات الطقس. الواجهات الخارجية: تشمل الأعمال تركيب واجهات خارجية حديثة، بالإضافة إلى تعديل بعض الغرف الداخلية والممرات بهدف تحسين تجربة المستخدمين. الإضاءة والتجهيزات: سيتم تزويد الملعب بإضاءة اليد حصرية في السياج الخارجي، مما يعزز من جماليته ويضفي عليه رونقا خاصا. الجدول الزمني: من المتوقع أن تنتهي جميع الأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية في بداية شهر يونيو 2025، مما يعكس التزام المغرب بتقديم منشآت رياضية حديثة تواكب المعايير الدولية.